عارفين لما طلب منكم كذا صنف ومش عارفين تعملوا حاجة ومفيش وقت؟ فأنا عاوزة أوفر الوقت، مش عايزة أعمل حاجة أكتر من كده. شايفين إن هعمله بطريقة، مع إن هو مش هيختلف لا الطعم ولا ريحة، هي بس الطريقة بس مختلفة وسهلة. يعني مش هيخس. هعمل كرنب في الطاجن، حط حتة زيت وهقرص الورق وارص الرز ويدخل الفرن. مش صعبة يعني، ايه الفرق بينه وبين الصوابع الكرنب؟ وكل واحد. واحط الرز، يعني هقعد الف بالثلاث ساعات الف عشان تحط ما ياخدش 5 دقايق ويتاكل. طيب ما انا اعمله كده واعمل كذا الصنف اللي هم عايزينه. يعني في حد عايز كشري، حد عايز كرنب، حد عايز مش عارفة ايه. انا هجيب وقت ده كله منين؟ يبقى انا كده اوفر وقتي وطريقة جديدة وديكم هتشوفوه. وادخل على الفرن ويطلع من الفرن والله والطعم حكاية. نفس الخلطة ونفس الكرنب، مفيش اي حاجة مختلفة. مدينة سنين ناكل الكرنب ملفوف صوابع، اتغيرنا عملنا حاجة، مفيش اي حاجة جديدة. نجدد احنا. شايفينها لما طلع من الفرن؟ بصوا الريحة مالية المكان. طرطة كرنب. طب انتوا قولوا ايه رأيكم؟ مش كده اسهل واوفر؟ الطعم حلو خالص، والريحة كفاية انه طالع من على الفرن. يلا لايك وشير ومتابعة عاد. باي.